صباح الخير عليكم جميعا يا رب، وربنا يجعله صباح سعادة وهنا على المصريين جميعا يا رب. عارفين احنا ايه مشكلتنا او انا بلاش انتوا، ان احنا عايزين ربنا، استغفر الله العظيم، على كيفنا ونعبده على كيفنا. يعني محتاجين ان ربنا الاوامر اللي اعطاها لنا دي تبقى بمزاجنا احنا. اصلي مرتين في اليوم، بلاش ليه 5؟ اصوم 10 ايام و10 ايام، ليه شهر؟ الست مثلا حجاب، ليه حجاب؟ انا مش عايزه. عايزين الاوامر اللي منزلها ربنا تبقى على هوانا احنا، بنعبده على كيفنا، وعايزينه يدينا على كيفنا برضه، يعني يرزقنا على كيفنا. اولاد، فلوس، سكن، كل حاجه عايزين ربنا يعملها على كيفنا احنا. رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان النبي عليه الصلاه والسلام ان الدنيا دار ممر مش مستقر، وان هو خلقنا لنعبده بس. فاي اوامر يديها لنا للعباده احنا مامورين بيها من غير ما نفكر. من غير ما نفكر. علم التوحيد كده، انت بتبقى موحد ان ربنا واحد احد من غير ما تفكر. في حاجات ما تخشش فيها وما تفكرش فيها. ربنا امرنا بكده. هو خلقنا. انت هتعيش قد ايه؟ في الاخر انت مقتنع ان انت هتقف قدامه وتتحاسب ولا لا؟ لو مقتنع بدي هتعمل كل اللي هو بيقول لك عليه من غير ما تفكر. هتعبده وهتؤمن ان الرزق موجود، والاجل ربنا كاتبه، وكل حاجه ربنا كاتبها قبل ما تتولد. فعمرك ما هتشيل هم حاجه، وعمرك ما هتشيل هم الدنيا. كتير شويه مش هتشيل همها، لان في الاخر انت سايبها وماشي. يتوب علينا ربنا.